السلام عليكم ورحمة الله لكل المشاهدين الكرام. راح نقدم لكم أجوبة لأهم التساؤلات اللي وصلتنا اليوم 8 فبراير 2023 بعد التراجع الطفيف اللي حصل في سعر الأورو في أغلب الولايات. جاتنا أسئلة: هل يهبط الأورو أم يطلع؟ وإنصحني نبيع أو نصبر؟ راح نجاوبكم. ادعمونا بلايك واشتراك حتى يوصلكم كل جديد. اخترنا هذا السؤال من الأخ زينو اللي سأل في القناة توب 2، وراه مشكور على هذا التعليق الجميل، واللي يقول فيه: السلام عليكم خويا، شكرا على المجهودات وجعل الله في ميزان حسناتك، امين يا رب العالمين. حسب معلومات تاعك راح يزيد او ولا يهبط؟ يقصد الأورو. راح نجاوبوك يا أخي في أهم المؤشرات والمعطيات اللي من بينها العرض والطلب في هذه الأيام. ونحن لا نعلم الغيب ولا نحكم على المستقبل، ولكن نبني توقعات ورؤية حسب المعطيات الواردة. ما تنسوش صلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وجام وكومنتار. نبداو في العرض والطلب. هاد الأيام 7 و8 فيفري كاين عرض زائد من بونسيون المتقاعدين اللي دخل السوق الموازي، اللي زاد نوعا ما في العرض أمام الطلب اللي راه جاي من أصحاب الأموال اللي يغيروا عملة الدينار الجزائري إلى عملة أجنبية، الأورو أو الدولار. وهذا الأيام يعني كما تعرفوا بعد خطاب عبد المجيد تبون جاء يعني أغلب أصحاب الأموال المشروعة أو الغير مشروعة توجهوا لتغيير العملة من الدينار الجزائري إلى عملة أجنبية تحسبا لتغيير العملة الجزائرية. أغلب أصحاب الأموال ما يحطوش أموالهم في البنوك، وذلك بسبب الربا والبيروقراطية، ويعني تجبد أموالك بالزوج دورو. ولهذا ما كانش ثقة بين أصحاب الأموال والبنوك، ولهذا الطلب زاد على الأورو في هذه الأيام وارتفع سعره. وكاين طلبات أخرى محدودة نوعا ما من تجار مختلف السلع والمسافرين نحو الخارج من أجل التجارة أو السياحة أو العلاج أو الدراسة. هذا أهم الطلبات. بالنسبة لمؤشرات السوق الرسمية، كاين بعض التراجع في سعر اليورو مقابل الدينار الجزائري في هذه الأيام القليلة، يعني آخر 5 أيام. واليوم كاين تراجع طفيف فقط. أما بالنسبة لليورو مقابل الدولار الأمريكي كاين تراجع كبير، والمنحنى البياني يؤكد هذا التراجع. و100 يورو تساوي 107 دولار أمريكي، بعد ما كانت يوم 3 فبراير تساوي 109 دولار أمريكي. ولهذا كاين ارتفاع لسعر الدولار الأمريكي وتقلص الفرق بينه وبين اليورو ب2 دولار أمريكي. بالنسبة للدولار الأمريكي أمام الدينار الجزائري كاين ارتفاع، والمنحنى البياني يؤكد هذا الارتفاع. ويعني أوصل 100 دولار أمريكي في البنك 1,365,000. والمنحنى البياني يؤكد هذا الارتفاع في آخر الأيام. بالنسبة ليوم 3 فبراير كان 100 يورو تساوي 109، وكان الفرق بيناتهم 9 دولار أمريكي. وهذا 980 ألف. أما حاليا 7 وتساوي 140 ألف الفرق بين سعر الأورو وسعر الدولار الأمريكي في السوق الموازي. يعني أن الأورو يقيس عليه لحساب بقية العملات. مثلا اليوم مساء اليوم دار سعر الأورو في أغلب الولايات 2,210. لما تنقص منها 140 ألف يعني قيمة 7 دولار، تلقى 2,070,000 سعر الدولار الأمريكي. لهذا راح يرتفع سعر الدولار الأمريكي يومين القادمين إلى 2,070,000. حاليا أراه 2,050 حتى 55
وهو مرشح للارتفاع. بالنسبة للدولار الأمريكي راح يرتفع، أما اليورو نتوقع يتراجع بعد التراجع الطفيف، وحاليا 2,210 ممكن يتراجع إلى 2,000,000، وبعد 10 من هذا الشهر نتوقع يعاود يرتفع سعر الأورو بعد انتهاء بونسيو المتقاعدين خاصة. وممكن يرجع إلى يوم 15 فبراير، ممكن يوصل سعر 100 أورو إلى 2,220 ويتجاوزها، والله أعلم.